السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وسعادة. النهاردة ان شاء الله هنعمل الفطاير الحلوة اللي انتوا شايفينها دي. من كتر سرعتها وانا بعملها سميتها فطاير ال10 دقايق، لان هي فعلا ما خدتش مني وقت خالص وانا بعملها. وكمان عملت لها حشوة اقتصادية جدا من غير لحمة ولا فراخ. يلا بينا عشان نشوف عملناها ازاي وما نتكلمش كتير. زي ما انتوا شايفين كده بدأت ان انا اجيب الطبق بتاعي وحطيت فيه 3 مجات من الدقيق، المج اللي انتوا شايفينه ده. وكمان كان عندي بيكنج باودر، جبته كده كيس ورحت واخده منه معلقه صغيره. وبعدين حطيت عليهم 3 معالق كمان من الزيت. وطبعا اي معجنات بنعملها لازم نحط عليها رشه من الملح كده، ونقلبهم كويس ونحط عليها بقى مقدار من المية، يعني حوالي نص كوباية في الأول، ونحط طبعا المية بالتدريج لحد ما العجينة تلم في ايدينا زي ما انتوا شايفين كده. طبعا هخليها في الطبق تاني واغطيها كده واسيبها ان هي ترتاح معايا حوالي 10 دقايق كده. ونجيب بقى شوية خضار كده كانوا عندنا. كان عندي فلفل الوان وبصلاية صغيرة وكمان بطاطساية يعني حجمها كبير شوية. بدأت طبعا اقطع البصلاية قطع صغيرة جدا زي ما انتم شايفين كده. طبعا لو عايزين تعملوها في الكب اعملوها. وكمان جبت كده الفلفل الاحمر، خدت منه يعني شريحة كده بس ما خدتوش كله يعني لان هو كان حجمه كبير. وكمان الفلفل الاصفر نفس الموضوع، اخدت منه شريحة وقطعتها برضو قطع صغيرة. كل المكونات اللي عندي بقطعها قطع صغيرة جدا. لو ما عندكيش فلفل الوان خلاص الفلفل الاخضر العادي خالص هيحل محل الفلفل الالوان. والبصلاية طبعا موجودة في كل بيت، والبطاطس برضو موجودة في كل بيت. ده كل الخضار اللي احنا قطعناه. وكان عندي بقى بطاطساية كده متوسطة يعني او كبيرة شوية، يعني هي مش متوسطة قوي، هي كبيرة فعلا. انا طبعا زودتها شوية قلت عشان تبقى الحشوة حلوة كده في الفطاير بتاعتي. طبعا قطعتها كده شرايح وبدأت ان انا اقطعها قطع صغيرة. انا بقطعها قطع صغيرة علشان ما تاخدش معايا في السوا على النار، يعني ما تاخدش وقت كده انما تستوي معايا بسرعة يعني. طبعا هقطعها كلها بنفس الطريقة كده. ولو عايزين تبدلوا البطاطس بالكوسة مثلا هتبقى حلوة برضو، بس طبعا البطاطس في الحشوة دي كانت احلى كتير، وطبعا البطاطس كلنا بنحبها. تعالوا بقى نجيب طاسة كده على النار ونحط فيها شوية زيت وننزل بالبصلاية كده ونقلبها شوية لحد ما احس ان هي اتشوحت معايا، يعني بدأت ان هي تاخد لون خفيف قوي. وبعد كده نحط عليها الفلفل الالوان زي ما انتم شايفين كده ونقلبها كويس قوي. هنقلب طبعا شوية على النار كده الخضار بالبصلاية. وبعد كده هنجيب بقى البطاطس وننزلها على كل المكونات اللي قدامنا دي. هنقلب بقى نقلب كويس جدا كده الفلفل مع البطاطس تقليبة حلوة يعني. وبعد كده نكون بقى محضرين يعني شوية توابل حلوين عندنا. برضو التوابل المتاحة عندك. انا كان عندي كاري حطيت منه نص معلقة كده، وتوم باودر نص معلقة برضو. كمان عندي بهارات الشوي بتاعت الفراخ بتبقى حلوة قوي في الوصفات دي، حطيت منها نص معلقة برضو، وفلفل اسود وملح. دي كل المكونات اللي انا حطيتها على البطاطس بتاعتي وقلبت كويس جدا كده زي ما انتم شايفين. ونسيبها بقى ان هي تتشوح على النار. خدوا بالكم النار تكون متوسطة علشان ما تحرقش البطاطس بتاعتي. وبعدين جبت نص مج كده من المية، ما كانش عندي شوربة، ورحت منزلاه على البطاطس. وبعدين نغطي عليها بقى ونوطي لحد ما تستوي معانا خالص. طبعا لو عندك شوربة يعني شوربة فراخ او لحمة ممكن تحطي نص مج من الشوربة. انا لما حطيت المية حطيت نص مكعب مرق دجاج كمان علشان تبقوا عارفين يعني. تعالوا بقى نسيبها ان هي تستوي البطاطس كده، وتعالوا نشوف العجينه بتاعتنا. العجينه ما شاء الله ارتاحت اهي زي ما انتم شايفين. بصوا انا بدات ان انا اسويها كده بايديا، ما شاء الله ارتاحت جدا معايا. نبدا ان احنا نحطها كده على السطح اللي احنا هنقطع عليه. وهبدا ان انا اقطعها ل8 كور من العجين، يعني ال3 مجات من الدقيق هيعملوا لنا حوالي 8 فطاير زي ما انتم شايفين كده. بصوا العجينه ما شاء الله بتقطع بكل سهوله معايا. وهبدأ ان انا اخد قطعة قطعة كده واكورها علشان ابدأ ان انا اشكلها تشكيلة الفطاير بتاعتي، يعني اسيب المجموعة دي كده ترتاح تاني. وهبدأ ان انا اشتغل باول واحدة كده. هنجيب النشابة بتاعتنا ونبدأ ان احنا نفرد بيها العجين بتاعنا كده. بصوا ما شاء الله العجينة طبعا باين عليها جدا ان هي مرتاحة. دليل ان هي مرتاحة ان هي بتتفرد معانا بكل سهولة زي ما انتم شايفين كده. طبعا هفردها وهرققها جدا جدا، يعني تحاولوا ان انتوا تفردوا فيها لحد ما تكون رقيقة قوي زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده نجيب بقى الحشوة بتاعتنا.
وكان عندي يعني نص كيس كده موتزاريلا طلعته. نبدأ ان احنا نحط معلقة كده من الحشوة وعليها شوية من الموتزاريلا. لو ما عندكيش موتزاريلا، عندك مثلا جبنة رومي، ممكن تحطي شريحة مثلا او نص شريحة. لو ما عندكيش رومي، ممكن اي جبن موجودة عندك في التلاجة حطي منها، هتطلع حلوة جدا وتدي طعم حلو برضو للفطاير بتاعتك دي. وهنلف بقى الفطيرة بتاعتنا لفة كويسة كده، ونسيب الطرف ما نلفوش عشان احنا هنبله بالمية كده بالفرشة. وسويها بقى كويس جدا من الاطراف، واضغطي عليها كده من الجوانب لحد ما تحسي ان هي خلاص ارتبطت ببعضها، يعني لزقت في بعضها كده. ونسويها بايدينا. طبعا تشكيل الفطاير دي حاجة ترجع لك، يعني انا بعملها بالطريقة دي، ممكن تشكليها انتي بشكل تاني لو انتي عاوزة يعني. لان انا هعمل نوعين من الفطاير، فطاير بالطول كده زي ما انت شايفة، وفطاير تانية هتبقى مدورة برضو. تعالوا نعمل واحدة كمان كده. نبدأ برضو نفردها كويس قوي، ونحط الحشوة كده في النص، وبعد كده نحط عليها الموتزاريلا، ونقفل برضو كويس جدا كده من الجوانب ومن الطرف من فوق، ونحاول نزق كده الحشو، وبعدين من الطرف بفرشة مية كده ونلزقها في بعضها كويس جدا. دي تاني واحدة خلصناها. تعالوا بقى نشوف الدائرية هنعملها ازاي. برضو هنبدأ ان احنا برضو نفردها كويس جدا، ونحط في النص بقى الحشوة وعليها شوية الموتزاريلا. وتعالوا بقى ناخد كل الأطراف كده ونربطها ببعضها، ونضغط عليها ضغطة كويسة جدا على حد ما احس ان هي خلاص مش هتفتح معايا. ودي كل كمية الفطاير اللي احنا عملناها. طبعا كان لسه فاضل 2 كنت لسه هعملهم عشان يكونوا 8. تعالوا بقى نشوف هنسويها ازاي مع بعض. مش هنحتاج فرن ولا هنشغل غاز كتير ولا اي حاجة، يدوبك كده الطاسة نحط فيها 5 معالق من الزيت، ويدوبك يسخن الزيت، وننزل كده بالفطاير بتاعتنا. هنبدأ ان احنا نرص كده الكمية اللي هتاخدها الطاسة بتاعتي. وطبعا تكون النار يعني اقل كمان من المتوسط، يعني ما تبقاش النار عالية خالص. خدوا بالكم عشان تاخد اللون الحلو اللي انتوا شايفينه ده. لو النار حلوة وهادية كده معانا، هتاخد لون حلو جدا زي ما انتوا شايفينه. طبعا هنبدأ ان احنا نقلبها كويس جدا من الجوانب بقى ومن الناحيتين كده، عشان تاخد نفس اللون من كل الجوانب لحد ما نخلص كل كمية الفطاير بنفس الطريقة دي في التسوية. طبعا انا بقلبها من الجوانب ليه؟ علشان طبعا ادي فرصة للموتزاريلا جوه ان هي تسيح كمان، وللعجين نفسه ان هو يستوي. كده خلاص خلصنا فطايرنا الجميلة، خلصناها ما شاء الله، ورمت معانا كل الكمية اللي انتوا شايفينها دي. عايزه اقول لكم طبعا هي مقرمشه من بره وطريه جدا، والموتزاريلا سايحه من جوه. تعالوا نشوفها كده واحنا بنفتحها. زي ما انتوا شايفين كده الموتزاريلا سايحه، وما شاء الله العجين مستوي والحشوه تحفه. عايزه اقول لكم احلى فطاير عملتها كانت دافيه كده وسخنه في السقعه اللي احنا فيها دي. حاجه كده تدفينا فعلا، وحاجه سهله وسريعه واقتصاديه كمان، ولا عملنا لحمه ولا فراخ، وكانت حاجه يعني في منتهى الجمال. ودي كانت وصفتنا النهارده، يا رب تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله. والسلام عليكم.